السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحكي شويه مع بعض في طباع الاطفال. بيجيلي اسئله كتيره قوي في التعليقات، بتكون الام بتشكي من من طباع اولادها مثلا، وتكون هي مش فاهمه ان ده طبع، يعني شيء طبيعي بيكون موجود في الانسان. ممكن يكون خارج عن إرادة ابنها ان هو بيعمل كده، هي بتكون فاكرة ان دي مشكلة عند ابنها مثلا ومحتاجة حل. في الحقيقة هو بيكون طبع، فهي لو فهمت كده هي هترتاح جدا وهتطمن. واوقات كتير قوي بيكون طبع الطفل غير طبع الام، فده بالذات يعني بيعمل مشكلة كبيرة وبيعمل قلق كبير قوي عند الام. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن طباع الاطفال. اوقات كتير قوي قوي بنلاقي تصرفات غريبه من اولادنا وبنبقى مش فاهمين هو ده مشكله فعلا في الطفل ومحتاجه حل، يعني محتاجه ان انا ادور على استشاري تربوي او طبيب نفسي مثلا، او هل المشكله دي تدل على مرض عند الطفل مثلا توحد، او حاجه تحتاج مني ان انا اتحرك او اشوف لها حل، ولا ده طبع عادي وممكن انا اتعايش مع الطبع ده مع طفلي وابدا اتعامل معاه بحيث ان انا اعدله شويه لحد ما اوصله للمنطقه الوسط، للمنطقه اللي هي تعتبر طبيعيه. الطباع الاطفال والناس عموما، مش الاطفال خاصه، 9 طباع. 9 طباع يعني زي ما احنا ناخد خط كده ونبدأ على اليمين والشمال، طرف الخط اليمين وطرف الخط الشمال. في ناس بتبقى واقفة على طرف الخط اليمين وفي ناس بتبقى واقفة على طرف الخط الشمال. النهاردة هنعرف مع بعض طباع أطفالنا. أول حاجة الانفعال. في عندنا شدة الانفعال وقلة الانفعال. في أطفال بيكون عندهم شدة انفعال، يعني إيه؟ يعني يفرح قوي، يزعل قوي، لو حد بس لمسه كده يعيط ويعمل فضيحة. ممكن يتعصب جامد جدا عليكي، ممكن مثلا لو كان عنده لعبة وضاعت تلاقيه يزعل ويعيط بالدموع، ويعني مثلا تلاقيه زي ما احنا بنقول كده ايه، حساس. كمان الطفل ده بتلاقيه خايف على مشاعر اللي قدامه، يعني مثلا ما يرضاش ان هو يضرب طفل قدامه، ما يرضاش ان هو مثلا يزعقله او يقول كلمة تجرحه. ليه؟ لانه هو اصلا بطبعه حساس، فبيخاف على شعور اللي قدامه. على عكسه بقى مين؟ اللي احنا بنقول عليه البارد، اللي هو عنده قلة انفعال، اللي هو تحسي ان العيل ده مهما عملتيله ما بيديكيش اي رد فعل، اللي هو يتنحلك كده. يعني حتى لو عملتيله مثلا عيد ميلاد كبير ومفاجأة وانتي متوقعة مثلا ان انتي هتلاقيه فرحان قوي ويديكي مثلا يعني فيدباك كده، رد فعل حلو ويفرح، هتلاقيه عادي. مثلا لو حد زعقله او حصل موقف مثلا بينه وبين طفل تاني، برضو ما بتلاقيهوش يدي مثلا الزعل بقى والعياط والعصبية زي الطفل التاني، لا بتلاقيه عادي. احنا بنسميه ايه؟ بارد. والمشكلة دي ان هو بيبقى ساعات امهات تكون هي نفسها شديدة الانفعال وابنها يكون عنده قلة انفعال، فيصطدموا بقى كده، تقولك ده ابني ما بيحسش، ده ابني جبلة. مهما عملتله مش حاجة بتأثر فيه. اقصى رد فعل عنده لو عملت له ايه تلاقيه بس يضحك لي ضحكه كده عاديه كده. فده من هنا بيجي الايه التصادم. طيب نعمل ايه بقى مع اللي عنده شده انفعال ومع اللي عنده قله انفعال؟ اللي عنده شده انفعال اللي احنا قلنا عليه الحساس اللي في الاول ده، اول حاجه درس لازم اعلمهوله حاجه اسمها درجات الانفعال. في وشوش كده يا بنات بتتباع عند اللي عندهم العاب تعليميه وحاجات من دي، او ممكن احنا نجيب ورق مقوى ونرسم عليه. عارفين الوشوش اللي هي حزين، فرحان، حزين جدا، مبسوط، اللي هي درجات الانفعال. تعرفيه انت دلوقتي الموقف اللي انت فيه يستاهل ان انت تكون متضايق ولا حزين ولا متعصب؟ الموقف اللي انت فيه دلوقتي يستاهل ان انت تكون مبسوط تضحك ضحكة بسيطة، ولا يستاهل ان انت تكون فرحان جدا جدا وبتتنطط من الفرحة؟ علم ابني الفرق بين درجات الانفعال وامتى في انهي موقف يستاهل مني الانفعال ده، وهقدر اتصرف ازاي بطريقة منطقية. يعني لو حصل لي حاجة تضايقني مثلا، او لو حصل له هو نفسه حاجة تضايقه،
هقول له ايه؟ هقول له ايوه انا عارفه طبعا ان دي حاجه تضايق وحاجه تزعل جدا، وانت كان المفروض تعمل مع صاحبك كذا كذا، كان المفروض تقول له انا زعلان منك عشان انت اخدت القلم بتاعي، ما كانش المفروض ان انت تعيط وتتعصب. يعني بعلمه ايه؟ بعلمه رد الفعل المنطقي للحاجه اللي هو الموقف اللي هو كان فيه، وبعلمه درجة الانفعال المطلوبة منه في الموقف ده. طيب البارد بقى التاني ده انا اعمل فيه ايه؟ دايما دايما تقولي له مشاعرك، دايما دايما تعلميه ازاي يعبر عن مشاعره، زي الاولاني بالظبط برضو، بس هتقولي له ايه؟ انا فخورة بيك جدا لانك انت النهاردة عملت الواجب بتاعك صح، انا فخورة بيك جدا النهاردة لانك انت الحفظ بتاعك النهاردة كان هايل. زي ما قلنا نمدح ايه؟ نمدح الافعال. كده برضو انت بتكوني بتلقنيه وبتعلميه رد الفعل المطلوب علشان نوصل بالحساس للنقطة الطبيعية للنص، وعشان نوصل كمان بالبارد للنقطة الطبيعية اللي هي النص في النص. تاني طبع بقى من طباع الأطفال اللي هو الطفل اللي بيبقى حواسه حساسة. يعني ايه؟ يعني حاسة التذوق عنده، يعني تلاقيه مثلا لو أكل حاجة مالحة بس ملح بسيط كده تلاقيه يتضايق، لو أكل حاجة مسكرة يقولك ياه مسكرة جزعتني. حاسة اللمس مثلا ما يحبش يلمس الحاجة اللي هي الخشنة، ما يحبش يلمس الحاجة اللي هي ملمس، يقولك جسمي أشعر، ما يحبش يسمع الصوت العالي. أنا عندي طفل، أنا عندي رقية بنتي هي طفل الحساس الحواس ده، اللي هو حواسه بتحس ان هي بتحس اكتر من الاطفال التانية، دايما يعني بتحس بالحاجة اكتر من اللي حواليها. فيها سبحان الله، يعني لو عايزة مثلا تحفظ حاجة او عايزة ان انا ادي لها معلومة يعني تذاكر او حاجة، بتبقاش عايزة اخوها يتكلم ولا اخوها التاني يتحرك جنبها ولا اي حاجة، بتبقى عايزة هدوء تام. لو عايزة تنام بتتضايق جدا جدا وتبقى مقريفة لو احنا موجودين بره في بيت تاني، لازم يكون المكان السرير اللي هي بتنام فيه وبيتنا وخلاص. يعني بتكون حساسة جدا من حواسها زي ما قلت لكم. الطفل اللي زي ده كمان ما يحبش ابدا انشطه يدويه، ما يحبش مثلا ان انت تلعبيه بقى لعبه الملمس بتاعه المونتيسوري، ولا الحاجات اللي فيها خرز، ولا الحاجات اللي فيها ملمس زي ما قلت لكم. تلاقيه ما يحبش الاكل اللي هو الملزق، يقولك بتلزق في بقي، ما يحبش كده. بيقرف جدا 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 لدرجه ان في مثلا ام تيجي تقول لي ايه ابني موسوس، ابني بيقرف من الحاجات، يقعد يبص الاكل كده ويفصل الرزايه عن الرزايه. لا هو مش موسوس ولا حاجه، هو طبع الحساسيه الحواس اللي انا بقول لكم عليها جدا. مع الوقت انتي بتتأقلمي مع طبع ابنك وبتعرفي ايه الحاجات اللي بتضايقه وايه الحاجات اللي انتي ممكن تتجنبيها علشان تقدري تتأقلمي معاه وهو يتأقلم مع طبعه. وعن تجربة معايا انا، كل ما الطفل بيبدأ يكبر كل ما بيبدأ يعني يفقد شوية من حساسيته دي ويبدأ يتأقلم بقى شوية مع العالم. هو ما بيبقاش زي الطفل اللي احنا هنتكلم عليه شوية من شوية، بس يعني مع الوقت بيوصل لمرحلة طبيعية. طيب انا مطلوب مني ايه كأم؟ مطلوب مني ان انا ما احاولش اغير الطبع بالاجبار، ان انا افهم ان ده طبع، ان هو مش بايده، وان انا احاول اوصل معاه بالتدريج خطوة خطوة كده علشان ايه؟ يبقى في النطاق الطبيعي. طيب بقى الطفل اللي عكس اللي هو الحساس حواسه حساسة ده، الطفل اللي على العكس التاني بقى خالص بقى، ده ما بيهموش بقى اي حاجة على بقه على طول اي حاجة يلقاها على بقه من وهو صغير ما بيهموش بقى، مالح مسكر حادق مشطشط مفيش مش مشكلة اي حاجة. يلمس اي حاجة، يحط ايده على اي حاجة، ده بقى بتخافي عليه ان هو ممكن ياكل مثلا حاجة مش نظيفة، بتخافي عليه ان هو مثلا ممكن يلمس كهرباء. ده تلاقيه بقى لو انتوا في فرح ولا عيد ميلاد يا سلام مهيص ومزقطط، بيحب الصوت العالي، بيحب يرقص، تلاقيه ممكن بقى لو انتوا مثلا في اي مكان تلاقيه هوب قام نايم في اي مكان. ده الام يعني بتقولك ده ابني مفرفش مثلا وطفل طبيعي، بس ده برضو بيكون فيه جزء شوية كده من المخاطر تخافي عليه، تاخدي بالك منه دايما، لانه ما بيبقاش عنده موانع، هو نفسه عاطي سماح لنفسه في كل شيء، فخافي عليه ان هو ممكن يكون يحط حاجة في بقه، يحط حاجة على ايده، مثلا يعرض نفسه للخطر زي ما قلت لكم.
ايه الطابع التالت بقى اللي هو النشاط، اللي هو ابني حركي ولا هادي؟ امهات كتير قوي لما بكلمها اقول لها مثلا ادي لابنك نشاط، رسم، بازل، تلوين، حاجات من دي، تقولك لا هو مش بيحب الحاجات دي، هو اصلا مش ممكن يقعد يعمل نشاط زي اللي انت بتعمليه مع اولادك ده. ليه بقى؟ لان هو حركي، عايز ايه؟ عايز لعب، عايز جري، عايز تنطيط، مش عايز يقعد في مكانه ولا ليه مكان محدد. صعب قوي بقى ان هو مثلا ما يروح المدرسه والميس بتاعته تقول اقعد في الديسك بتاعك، مش عايز يقعد في الديسك بتاعه. الطفل ده دايما امه تقول لي ابني عنده فرط حركه، ابني مش طبيعي، ابني مش عارفه ايه. لا، هو ممكن يكون مفيش عنده فرط حركه ولا حاجه، هو ممكن يكون بس طبعه حركي. يعني ايه؟ اعمل ايه مع الولد اللي زي ده؟ اول حاجه زي ما بقول لكم دايما لازم تشتركي له في تمرين رياضه. ده هيقلل حركته يعني بشكل كبير جدا. ليه؟ لان هو هيفرغ طاقته في التمرين ده. اقلل الاكل اللي بيزود الحركه، اللي فيه سكريات، احاول ان انا احول نظام اكله من نظام اكل فيه حلويات ونشويات والوان صناعيه وحاجات من دي، لحاجات صحيه وخضار وفاكهه وحاجات ايه تخليه مش مهايبر طول الوقت. طيب مين بقى التاني اللي عكسه على طول؟ اللي ساعات ممكن يكون هما الاتنين اخوات ودايما بيتخانقوا، الحركي عايز الهادي يلعب معاه، والهادي عايز يقعد ساكت ويعمل اللي هو بيعمله، والحركي بيضايقه. الطفل التاني اللي هو الهادي، اللي هو بقى بيحب الرسم والتلوين والبازل، ومش عايز بقى، ساعات ممكن ما يحبش مثلا ان هو يعمل رياضه، اللي احنا بنسميه ايه؟ بروتة. البروتة ده عاوزك بقى تعملي له كل حاجه، يا ماما هاتي لما اشرب، يا ماما هاتي لما اكل. مش عايز ينزل اصلا حتى يشتري لك حاجه من تحت، مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يتحرك من مكانه اصلا. ده بقى مشكلته ان هو ممكن ساعات وزنه يزيد، ممكن تلاقيه كسلان. طيب انا اعمل فيه ايه ده؟ ما تروحيش بقى اول ما تصحي تنطحي وتروحي تدخليه في تمرين كورة، لا. اول ما الطفل اللي هو الهادي ده او البروتة اللي احنا بنقول عليه ده، روحي دخليه في تمرين رياضة ما فيش فيها حركة كتير. يعني مثلا تعتبر الكاراتيه رياضة ما فيش، مش زي كرة القدم. احاول اشركه، ادخله بالتدريج كده في تمارين رياضية تكون ايه حركتها قليله. ولما يطلب منك ان انت تعملي له اكل، تعملي له مش عارفه ايه، لا، قولي له قوم هات لنفسك، حاولي ان انت تخليه يعتمد على نفسه عشان نوصل زي ما قلنا للمنطقه الطبيعيه. الطابع الرابع تقريبا هو الروتين او النظام، اللي هو بتلاقي فيه طفل روتيني وطفل مش روتيني، طفل منظم وطفل مش منظم. الطفل الروتيني ده اللي هو تلاقيه بيحب ايه ينتظم كده، وتلاقيه ماشي على الجدول، واد ايه فل بيحب النظام، تلاقي دولابه مرتب وحاجته في مكانها، عمر ما يضيع منه حاجة. ده تقدري تتوقعي افعاله. يعني ايه؟ يعني انت بتبقى عارفه ان ابني هيصحى من النوم، هيدخل يغسل اسنانه، وهيروح يلبس هدومه، انت بتبقى عارفه خطوات يومه، لان هو اصلا تحسي ان هو مسيستم نفسه وماشي على الجدول. الطفل ده بيكون مش متعب ابدا. انت ممكن تنظمي حياتك كلها عليه، تنظمي يومك وروتينك وكل شيء على اساس ان ابنك على روتين ابنك وجدول ابنك. هو بينام الساعه 9، بياكل الساعه 4. بس عيب الطفل اللي زي ده ان هو يعني ساعات ما بيقبلش بتغيير روتينه. ده بيكون متعب في النقطة دي. يعني انت مثلا لو جد في حياتك حاجة مثلا مفاجأة ان احنا هنخرج مثلا في الميعاد الفلاني، اللي هو بيكون ميعاد اكله، اللي هو بيكون ميعاد مذاكرته، اللي هو بيكون ميعاد اي حاجة، تلاقيه هو مزمزق كده بقى. فالحل في الموضوع ده ايه؟ ان انت لازم تأهليه تغيير جدوله ده. تقولي له ايه؟ هتقولي له معلش يا حبيبي، احنا النهارده انا عارفه ان انت متضايق علشان احنا نغير النهارده النظام بتاعك، بس احنا النهارده هنضطر ان احنا ناكل في الحته الفلانيه، مش هناكل النهارده زي ما احنا متعودين في البيت. انتي قدرتي مشاعره واديتيله خبر، يعني فهو هيبدأ يعني ايه يتقبل شوية بشوية. وزي ما قلت لكم الأطفال كل ما بتكبر كل ما حدة الطباع بتاعتها بتقل، ويبدأ يميل ايه للجزء الطبيعي. الطفل التاني بقى ده اللي هو المتعب الفوضوي، اللي هو لا يمكن أبدا يمشي على نظام. انتي ما انتش عارفة هو هيعمل ايه. ممكن يصحى من النوم ينام تاني، ممكن يصحى من النوم بالليل ياكل، ما عندوش لا نظام ولا جدول ولا منتظم ولا أي حاجة خالص.
ده اوقات بيكون مريح بالنسبه للام ان هو يكون مرن، ان هو مش زي التاني بقى يزعل ان نظامه بيتغير او جدوله بيتغير. لا، ده ممكن يكون مرن، بس بيحتاج ان انت تتعاملي معاه ازاي، محتاج ان انت تتعاملي معاه ان انت تحاولي تمشيه على نظام بالتدريج. يعني ايه؟ مبدأش افرض لحياته نظام وجدول كامل كده فجأة، لا، واحدة واحدة. خامس طابع اللي هو القدرة على التأقلم والتغيير. ده مرتبط مع الروتين قوي، لان هو في عندنا نوعين من الاطفال. في طفل بيبقى قادر على ان هو يتأقلم، وطفل مبقاش قادر ان هو يتأقلم. الطفل اللي بيبقى قادر ان هو يتأقلم ده اللي هو ممكن يغير حاجاته، ممكن يتخلى عن العابه. مثلا لو هو متعود على لعبة معينة وجات له لعبة جديدة، ممكن يسيب اللعبة دي ويلعب بلعبة تانية. الطفل ده ممكن ينام في اي مكان، ممكن مثلا لو احنا هناكل النهارده نتغدى عند تيتا، عند تيتا، عند تيتا، مش مشكلة. عنده متأقلم مرن فليكسيبل كده، يعني ما عندوش مشكلة. في طفل تاني بقى مش بيقدر يتأقلم خالص، لو مش في الطبق والمعلقة بتاعته مش هياكل، لو مش على سريره هيقريف ويزهقك لحد ما ينام، لو مش على الترابيزة او المكتب اللي هو بيذاكر عليهم هيزهقك جدا. فانا دوري كأم ايه في المرحله دي؟ دوري كأم ان انا اعرف ان دي طباع طبيعيه زي ما قلت لكم قبل كده. ما حاولش ان انا اغير الطبع تغيير شامل، ولكن باوصل يعني خطوه خطوه كده، زي ما قلنا في الطبع اللي قبل كده. قبل التغيير مع الطفل اللي هو غير قابل للتغيير، اللي هو اللي مش مرن، هعرفه ان احنا النهارده هنغير حاجه، وانا عارفه ان انت ممكن تكون متضايق علشان هنغير حاجه من اللي انت متعود عليها، وان شاء الله ممكن تتبسط بالتغيير ده ويكون افضل من الحاجة اللي كانت قبل كده. بس سادس طبع بقى اللي هو ايه؟ التركيز، او لما يكون عايز حاجة بيعملها، اللي هو الطفل اللي احنا بنقول عليه من الاخر ايه؟ عنيد. العنيد ده اللي احنا بنحاول نكسره، اللي بيجي اكتر كمية مشاكل امهات وابهات بتشتكي من ابنها العنيد. مع ان على فكرة ان ممكن يكون العند ده ميزة ازاي؟ يعني العنيد عمره ما يبقى ميزة؟ لا طبعا ممكن يبقى ميزة. ابنك العنيد ده بيبقى عنده اصرار ان هو يعمل الحاجة اللي هو عاوزها. الاصرار ده ممكن لما يكبر يبقى اصرار على تحقيق هدفه. يعني لو هو مثلا في ثانوية عامة وهو عنده اصرار، هو عنيد وعنده اصرار ان هو يوصل لكلية معينة، هيوصل. لو هو في يوم من الايام في شغله او كده وعنده هدف واصرار وعند ان هو يوصل لنجاح ويكون انسان ناجح جدا، هيوصل لان هو عنده عزيمة. الطفل ده بيبقى زنان. يعني ايه؟ يعني مثلا هو عايز حاجة يقعد يزن 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 يزن، يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. لو كبير شوية وعنده قدرة كلامية، يحاول يقنعك بقى، يديكي دلائل بقى، ويقعد يقولك لو مثلا عايز يشتري تابلت، عايز يشتري اي حاجة، يقولك ده مفيدة، ده بتنمي مش عارفه ايه، ده يقعد يديكي حاجات عشان يقنعك، عشان يوصل اللي هو عايزه. حاولي بقى انت تقنعيه. ممكن يعني ابدا بيبقى يعني صعب الاقناع.